ذكرت تقارير صحفية عن دخول المدافع الدولي محمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي المصري دائرة المرشحين للانضمام إلى فريق الاتحاد. وذكرت صحيفة سبورت أن المدافع الدولي محمد عبد المنعم أصبح ضمن قائمة اهتمامات البرتغاليين ونسانت المدير الفني لنادي الاتحاد لتعويض غياب قائد الفريق أحمد حجازي عن الملاعب بداعي الإصابة. وأضافت الصحيفة أن الاتحاد يدرس التعاقد مع المدافع المصري بعدما قدم عروضا رائعة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية الماضية، كما سجل هدف فوز الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي. وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن تعاقد الاتحاد مع محمد عبد المنعم سيكون على سبيل الإعارة لتعويض غياب أحمد حجازي عن الملاعب بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي. التفكير في ضم محمد عبد المنعم لقى استحسان أحمد حجازي قائد المنتخب المصري والنادي السعودي، الذي أكد أن عبد المنعم من أبرز قلوب الدفاع في الكرة الأفريقية خلال الوقت الحالي. وذكر الإعلامي أبو المعاطي قال: تواصلت مع أحد اللاعبين المقربين لمحمد عبد المنعم وسألت عن تواصل إدارة الاتحاد السعودي. أجابني اللاعب بأنه تواصل مع محمد عبد المنعم بعد الحصة التدريبية وقال: كلموني ويا رب الإدارة توافق. وأضاف قائلا أن أحمد حجازي هو من اقترح على إدارة الاتحاد التعاقد مع محمد عبد المنعم. تابع قائلا أن أحمد حجازي تواصل مع النادي الأهلي المصري لمعرفة طلباتهم لإعارة محمد عبد المنعم إلى نادي الاتحاد على سبيل الإعارة لمدة موسم،